المغربي وبالتحديد نسخته الحالية. أما المغرب عموما فهي المنتخب الذي شارك في كأس العالم 6 نسخ وضمن مشاركته السابعة في كأس العالم 2026. المنتخب المغربي يا اخوان في جيل 2022 المستمر حتى الآن. هذا الجيل الاستثنائي عشنا معه حلم لا ينسى في كأس العالم 2022. المنتخب اللي جمع العرب جميعا في أكبر محفل في الدنيا. المنتخب العربي اللي أقصى كريستيانو رونالدو من كأس العالم 2022 وأخرج بعده المنتخب الإسباني ولويس إنريكي وأحرج المنتخب الفرنسي أمام ناظري وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى النهائي. لا شيء كان صدفة، كل شيء ساهم بهذا الإنجاز التاريخي. هو أكبر إنجاز مونديالي في تاريخ العرب على الإطلاق. مش وصول لدور 16 ولا وصول لدور الثمانية، بل وصول للمربع الذهبي في نصف النهائي والتأهل كمتصدر لمجموعة فيها بلجيكا وكرواتيا، ثم فوز على البرتغال وإسبانيا وفوز على بلجيكا في دور المجموعات وتعادل مع كرواتيا وصيف النسخة السابقة. ما أحلى أيامنا مع المنتخب المغربي في كأس العالم. نعم، وحد العرب بكل أجناسهم وطوائفهم وانتماءاتهم. كلنا كنا المغرب يا اخوان. حقيقة أنا بتابع كرة القدم من 26 27 سنة، ولا عمري كنت أشوف هذا العدد من نجوم العرب في أكبر الأندية الأوروبية، وهذا بيأكد أننا بنعيش طفرة في تاريخ المنتخبات العربية. صار عندنا نجم عربي كبير في كل نادي يا اخوان، ورب الكعبة بالزمانات كنا بنتذكر حسام ميدو في أياكس، نور الدين نيبت في ديبورتيفو لاكارونيا، مصطفى حاجي في مان سيتي. يا عفو الله على الجبروت الحالي. اخوان احنا وصلنا لمرحلة ما بنقدم فقط لاعيبة في الأندية الكبيرة، احنا